السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ اهلا بيكم في يوم من ايام اسكندرية. موجودين معانا في قناتكم رحاب ام عمر. بنصور للناس اللي داخلة جديدة علينا، بنصور دلوقتي حالة الطقس والجو في اسكندرية، وقناتنا مزادات اسواق شوارع اسكندرية، معالم اسكندرية، وكل حاجة تخص اسكندرية والمعدية واي مكان. ان شاء الله هنطلع قريب بره اسكندرية ونصور. النهارده خلينا في اسكندريه، حاله الطقس والجو. النهارده الخميس 5 يناير، شايفين طبعا الجو عامل ازاي، وصورنا في الماكس وشوفنا اخبار المراكب والصيد. للناس اللي سالت على مزادات المعديه، دايما بحب اقول في اي فيديو عشان اوفر عليكم بس الاتصال. بكره في شغل في المعديه ان شاء الله. هندخل دلوقتي بقى ونشوف البحر وحاله الجو. الناس كلها قاعده على البحر، مش عايزه اجيبهم بس تعالوا كده من بعيد اهو، لان كل الناس بتحب تشوف المطر والشتاء في اسكندريه من على كورنيش اسكندريه القديم اهو، زي ما شفتوا احنا في المنشيه. نحاول دايما ناخد احوال الطقس في اسكندريه والجو واخبار النواد من كل مره من مكان، لكن صعب جدا دلوقتي. انا كنت في المنشيه بصور زي ما انتم عارفين، وكنا في الماكس ان اطلع فوق يعني سيدي بشر والمنتزه والمعموره والمناطق دي السكه زحمه جدا. هنا اروق شويه. يلا بينا هنكمل الفيديو بتاعنا ونشوف هيكمل معانا ازاي واحنا في انتظار سقوط المطر. اجمل لحظات طبعا بالنسبه لنا احنا كاسكندرانيه. ناس كتير بتحب تزور اسكندريه في الشتاء بسبب الجو ده. زي ما شايفين السما بكره الجمعه هيبقى ان شاء الله باذن الله شتاء ومطر زي ما احنا جايه الاخبار على الارصاد. يعني نتمشى محطه الرمل قدام شويه ولا نرجع بظهرنا نروح بحري، مش عارفه، هنشوف هنكمل مع بعض. تعالوا هنكمل قدام اتجاه محطه الرمل. كل مظاهر الخروجات والفسحات موجودة. ورانا كان شغال الذرة، حلبسة، ترمس، كل حاجة موجودة على الكورنيش، والناس قاعدة اهي. الحرارة حلوة برغم ان الجو كده. الشباب بتعملوا سيشن بيصوروا هنا على كورنيش اسكندرية. تعالى نتكلم معاهم. تعالى قولي حاجة جديدة دي. حاجة جديدة طالعين في اسكندرية. طبعا. بتاكلوا عيش؟ بناكلوا عيش. ربنا معاكم. ايه بقى قولي ايه النظام؟ النظام في الصور. ايوه انت بتعمل ايه؟ انا بعمل عروض. بتصور بقى الناس كده فوتو؟ فوتو، يعني اللي بيجي بيعد معايا الصور بعمل له عرض. طب قول العرض بتاعك. العرض بتاعي باخد 15 صورة وبحاسبه على 10 بس. 15 صورة بتحاسبوا على 10 مع البحر بقى والسحاب والصورة يا جماعة. انت اللي في الصورة دي؟ هو اللي في الصورة دي. منور. اتصورت معانا كمان. بكام طب ال 15 صورة اللي حقهم 10؟ الصورة ب 10 جنيه. الصورة ب 10؟ انا بحسب ال 15 بحاسبك على 10. 100 يعني؟ تديني 15 صورة. لما يكون الفرد وحده بياخد 15 صورة، يجي يوصل معاه 10 صور بدهم له 15 صورة. تعمل واجب يعني. طبعا عرايس وعرسان واي حد عايز يتصور. ده يعني احنا بننزل نتمشى عامة، بس هو شغلنا عامة بيبقى على العرايس. انت بتتمشى كده تلقط رزقك. طب هات رقم تليفونك عشان لو حد عايز يجي ويصور. خد الرقم 012 10 626 10 2. الاسم علي. 012 10 626 10 2. اسمك ايه؟ الاسم علي. علي؟ ماشي يا علي، ربنا يسهل لك الحال. شباب زي الفل هم بياكلوا عيش على البحر. حاضر هقول لك. انا بحب اشجع الشباب اللي بيشتغل، اي حاجه احسن من الشباب اللي قاعد. ربنا معاهم يا رب. وزي ما احنا شايفين الجو في اسكندريه روعه الروعه. ومعنا دايما المواصلات، الانفوشي، سيوف، من هنا بحري، الكورنيش، المعموره، المنظره. زي ما قلنا دايما عمرك مكتوب في اسكندريه. احنا دلوقتي المغرب. طول ما انت ماشي هتلاقي الحناصير كده، عملناها اكتر من مره. 50 جنيه من هنا لغايه الطابيه جوه والقلعه. عندك الحنطور ده بتاعك؟ بتاعي. بكام؟ عندي جولة حلوة، بروح بيت راوي وسكينة، زنقة الستات، قصر الملك، السيالة، الطابية، شارع فرنسا، محمد علي باشا، قصر الملك فاروق. كام؟ بتعمل 150. 150 اه لغايه القلعه. ليك انت من غير ولا جنيه؟ لا مش ليا، للناس اللي هتيجي.
اللي هتيجي ب 100 جنيه بس. ب 100 جنيه الناس بقول لهم ب 50 يا راجل. ومن غير فلوس. يعني من هنا لغايه القلعه بره 50. انا غلطت وقلت لغايه جوه، لغايه جوه اغلى؟ لا كام؟ ب 100 جنيه. هي رايحه جاي رايح جاي ب 100 جنيه. رايح جاي. ب 100 لكن لو جنيه. رايح بس 50. 50 صح؟ تمام كده زي ما انا قلت. موجود انت هنا على طول؟ اسمي مؤمن. ماشي يا مؤمن، ربنا يسهل لك يا خير. تصدق انا قابلت ناس جايين محرم بيه يقولوا لي بيت ريا وسكينه هنا، الناس جايه من القاهره. طبعا بيت ريا وسكينه في اللبان. في اللبان. صورناه قبل كده يا جماعه، الفيديو بتاعه موجود. ربنا يسهل لك الحال يا مؤمن، تسلم يا رب. عربيات الحلبسه والمشروبات السخنه وكابتشينو واندومي كله موجود. طبعا احلى حاجه في اسكندريه في الشتاء الحلبسه. عامل ايه؟ بتعملها ازاي الحلبسه؟ عباره عن ايه؟ قول للناس. بتبقى عباره مثلا عن الصلصه، بتبقى عباره عن المكونات بتاعتها اللي هي المرقه. اهم حاجه الحمص الشام. اكيد طبعا اهم حاجه الحمص. وعليها ايه بقى؟ بس بتبقى عباره بقى عن المكونات بتاعتها الصلصه، المكونات بتاعتها الصلصه، المكونات الاساسيه بتاعتها طبعا الثوم، الحاجات اللي زي اللي بتتحط عليها يعني. وليمون وشطه بقى. لا الليمون والشطه دي بقى حاجات بتبقى حسب رغبه الزبون يعني، حسب ما الزبون عايز. بكام بقى الكوبايه؟ الكوبايه في كوبايه ب 10 وفي كوبايه ب 15. 10؟ مو ب 15 دي اللي ب 15 ودي اللي ب 15 اللي هي الكبيره. دي الكبيره؟ دي الكبيره ب 15. 15 والكوبايه الصغيره دي بتبقى النظافه بس، اهم حاجه النظافه عندنا. اكيد طبعا. كوبايه صغيره هناك فوق اهي. ربنا يسهل لكم الحال. اللهم امين يا رب. حمص الشام بس. حمص. بيقولوا عليه حمص الشام. حمص شمع حلبسه، في ناس بتقول عليه حلبسه. وبتوع القاهره بيقولوا حلبسه. بيقولوا حلبسه، وفي برضه اسكندرانيه برضه بيطلعوا عليها كلمه حلبسه. تعودوا بيطلعوا عليها كلمه حلبسه. منورنا طبعا اهل القاهره وحبايبنا في اسكندريه. واقف على طول انت ناس الشتاء. ان شاء الله. ربنا يسهل لك الحال. شكرا يا هاني، تسلم. حلبسه جميله بتدفي في الشتاء، بس انا ماليش نفسيه. بتوع الذره، بتوع الترمس، اسكندريه الجميله. امال النظافه طول النهار على الكورنيش، هنشوف الكورنيش بالنظافه والجمال ده. اتوبيس المكيف الانفوشي المعموره اهو، بالتالي ب 11 جنيه الفرد. ما ركبتوش قبل كده. اللي مشرفنا في كل الفيديوهات الاتوبيس السياحي المكشوف 16 جنيه من الانفوشي للمنتزه. يلا بقى تفسحوا معايا كده محطة الرمل. الزقايق دي كده محطة الرمل. ايه الجديد؟ كل يوم ان شاء الله معانا جديد، لكن احنا طبعا الايام دي مركزين على الامطار واحوال الطقس في اسكندريه. زي ما شايفين الجو والناس كلها في الشارع، لسه الشتاء ما نزلش، يعني احتمال بقى ايه في المسا بقى اعمل لكم فيديوهات من البلكونه والشباك. ببقى خلاص روحت غصب عني. ده فندق وينسور بالاس شهرزاد كافيه، فندق سيسل. ده الفنادق المشهوره والعريقه وكبار الشخصيات التاريخيه نزلت في فندق سيسل ده. اكتبوا على جوجل فندق سيسل هتشوفوا اهميته قد ايه في اسكندريه. طبعا اسعار عاليه. الله 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 الجو. ان شاء الله بكره مفاجاه هنصور، خليكم معايا وتابعوا القناه. مش حابه اقول فين بس تابعوا معايا بكره في فيديوهات القناه ان شاء الله. وزي ما شفتوا الجوله بتاعتنا الدنيا ما رضتش تشتي، والله جاي اصور لكم الشتاء. بصوا عامل ازاي. ان شاء الله خير يا رب. زي ما شفتوا الفيديو بتاعنا كده جوله وتمشينا وتفسحنا مع بعض بدل ما نعمل بث مباشر. الفيديو بالنسبه لكم تشوفوا اي وقت احسن، وبيبقى يعني انا بفضل الفيديوهات اكتر، بس ان شاء الله نعمل فيديو بس قريب. شكرا تسلم. حناطير كتير جدا بياكلوا عيش. زي ما شفتوا الفيديو ما تنسوش بقى تدوسوا لايك وشير وفعلوا الجرس واشتراك في قناتنا لو اول مره تشوفونا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
هادي فين؟ هادي